السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ اش كتعاودوا؟ نتمنى كلشي يكون بخير وعلى خير ان شاء الله باذن الله. اليوم غادي نعاود لكم واحد القصه للعبره ماشي للفرجه، باش الانسان ما يبقاش يثيق. واحد السيد قريب مازال خوبين، مازال عفوا قلت لكم بالصبريونيه، مازال شباب. عرفتي قرب ليا بزاف بزاف. وقعت له واحد القصه غادي نعاودها لكم باش تستافدوا. واحد النهار كان جالس، جاتو واحد المكالمه من فرنسا. من جاتو المكالمه من فرنسا، السلام عليكم. وعليكم السلام. قال له داك السيد، قال له حنايا، قال له انا واحد المحامي، كلفاتني واحد السيده لاباس عليها ومريضه بالسرطان وعندها الثروه ديالها كبيره، وكلفتني قالت لي تعطيه شي واحد محتاج ما عندوش، وفعلا داك السيد ما عندوش. وهي هذيك السيده وبقى عليه. قال له دابا هي صافي مجبده على فراش الموت. قالت ضروري الاموال ديالي تعطيهم شي واحد محتاج، بغيت نعطيهم للناس اللي محتاجين. قال له انا محتاج وما عنديش وداكشي. قال له صافي انت اولى بهذا الشيء هذا. قال له صافي صيفط لي لاكارت ديالك وصيفط المعلومات ديالك باش نمشي ناخذ الاجراءات في المحكمه على السميه ديالك نتايا. قال له واخا ان شاء الله باذن الله. المهم بقى معاه دقه، وكل نهار داك السيد كيعيط ليه، كل نهار كيعيط ليه، كيضرب عليه شي بلان. والدري غادي معاه في المسيره ديالو. واحد النهار كيعيط ليه داك الدري، كيقول لي ودي ها شنو. مشيت انا استشرت مع واحد السيده ما شاء الله عليها، قاريه مزيان، من تبارك الله عليها، ذكيه مزيان، قاريه دماغ. قلت لها شوفي ما تثقيش في هذا الشيء هذا، راه هذا الشيء انا داز عليا، راه كاين النصب والحسيان. المهم قلت لداك السيد، قلت له شوف ها شنو رد بالك شنو قالت لي واحد السيده استشرت معاها، شنو قالت لي سير معاه ورد بالك. صافي اخر يوم قال له شوف فلان، راه خاصك اليوم غادي ان شاء الله مشيت للمحكمه، خديت الاجراءات وقالوا لي صافي غادي نحولوا المبلغ للسيد. شحال هذا المبلغ هذا؟ 60 مليون. وقلت ويلي ما يمكنش ما يمكنش. الا كانت هذه غادي تصدق هيقول انا اولى بهم، هو غيديهم من الاول. المهم ما عليناش. قال له واخا شكرا. صافي هي ديك قال له دابا راه حقا ما تحقا، مشيت باش غادي نحول لك الاموال وقالوا لي وخصك تخلص واحد 60,000 ريال، خصك تخلص واحد 360,000 ريال، راه ما يمكنش غادي ندوزك داك الفلوس، صيفط ليا 60,000 ريال باش نقدر نحول لك الاخرين. وصافي داك السيد عيط ليا قال لي يا ودي ها شنو. قلت له شتي شنو غادي دير؟ سير معاه خذ على حسب عقله، قول له ودي داك الفلوس اللي تما كطلب لي 60,000 ريال، خذ منهم انت 2 المليون ديالك، خذها. خذ انت 2 المليون، غتعطيني 60 مليون، خذ 2 المليون ولا خذ كاع 10 المليون، كتبقى لي 50 مليون، راه مزيانه فضل من الله، هذيك دار في المغرب مخير. صافي فاش قال له هاد القضيه هادي، عرف بانه ما عنده ما يصور منه، ما عنده ما ياكل منه، هو يقلب عليه. صافي هو يقلب عليه، هذا نصاب. اش كنقول لكم؟ بغيت نعاود لكم للعبره، راه الانسان يبقى يرد بالو، بالاخص الانسان الفقير مسكين. غير كتبان له شي فجوه صافي كيتحل كله، كيبقى حال فمو حال رجليه وحال عقله وصافي مشى. الانسان لا، واخا انا فقير ولكن خصني نخدم عقلي. انا دابا في هذا الوقت هذا كثار ولاد الحرام على ولاد الحلال، ما كنعمموش ولكن الاكثريه كثر ولاد الحرام. شحال هادي كان نصاب كيخرج عندك هكا، الشفار كيخرج عندك فاس كيسرقك. دابا لا تطورت السرقه ولا النصب والاحتيال بواحد الطريقه فنيه. كيعطيك السياسه، وإلا كنتي انت عاقل على قد الحال مشيتي فيها. كما قلت لك كان الانسان واخا يكون قاري ويكون ما عرفت شنو، كان فقر كيبقى يفكر غير في داك الفلوس يجدهم، والاخر كيلعب عليه. لان النصاب شنو ما دا منك راه عنده الربح، دا منك 1000 ريال عنده الربح،
دا منك 2000 راه عنده الربح. الشفار دائما عنده الربح، لان علاش؟ ما خدم ما عرق ما كلشي من فضل الله. الا جا دا من عندك انت 30، دا من عند الاخر 40، دا من عند الاخر 60، هو غيصور مليون مليون في النهار. واحد راه كيضرب تماره شهر كامل وكيعرق ويطرطق، الله كيصور 40,000 ولا 60,000 ولا صورها. ولهذا الانسان يبقى يرد بالو وما يبقاش يثيق، لان في هذا العصر هذا كثر النصب والاحتيال مع هادشي ديال التكنولوجيا. عرفتي سهل كلشي سهلو، عرفتي كلشي سهلو انه الانسان ينصب على خوه المسلم من لا ضمير لا حياء لا حتى شي حاجه. وانا عاودت لكم هذه القصه هذه باش تعم الفائده، باش كلشي يستافد. الانسان ما يبقاش يثيق. راه اي واحد صنع ليا وغنشد معاه، اولا شي واحد يقول لي صيفط ليا لاكارت اياك واواياك الرقم ديال لاكارت. شوف اللي بغى يصيفط لك الفلوس كيتصيفطوا غير في السميه والكنيه، لا داعي لاكارت. بلا لاكارت غير السميه والكنيه، ما تصيفط لا لاكارت لا حتى شي حاجه. اللي بغى يدير الخير بلا لاكارت، الفلوس ما كيتصيفطوش بلا كارت. اللي كيقول لك صيفط لي لاكارت والرقم ديالك د لاكارت، عارف هذاك نصاب شفار بغا يطيحك شي فخ، لان غيمشي يسرق شي حاجه وبلا كارت ديالك، ولا يمشي يدير شي مصيبه في البنكه بالرقم د لاكارت ديالك. ديك الساعه غتمشي انت غتمشي دوز حياتك كامله حبس. ولهذا الانسان واخا يكون فقير يحاول يزير على كرشو، ما يكونش يبين الجوع ويبين اللهفه. كيقول لك واحد المثال جا نكمل لكم بعدا. ما يبينش الجوع ويبين اللهفه ويبين انه محتاج، انه لا واخا فقير نحضي راسي. وكي قال لك واحد المثال، جوعي في كرشي وعنايتي في راسي. راه ما كاينش الثقه، لان الانسان دائما يبقى يوجه ولادو فاش كيكونوا صغار. شتي الخطا اللي كنديرو حنايا؟ ما كنوجهوش ولادنا، غا ولادو عطاه ياكل ويشرب وينقز. لا، خطا. الانسان دائما يبقى يوجه ولادو، لان فاش غتخرج للشارع مع غتلاقى مع شفار، تلاقى مع نصاب، تلاقى مع خمار، تلاقى مع الانسان خصو يوجه ولادو، ما يبقاش يثيق، ما يبقاوش يثيقوا. ولدي عرفتي نقريه سميتو، ولكن نعطيه ياكل ويشرب ويلبس ونقريه. ولكن التوجيه اول حاجه في الحياه هي التوجيه. الا ما كاينش التوجيه راه الدري فاش كيخرج الزنقه كيتقلب. هذه نصيحه زعما الامهات، ماشي الدري عطاه ياكل ويشرب. مره في السيمانه جلسي وليداتك حداك بحال اللي كتعطيهم درس في الحياه. لان فاش غيخرج للشارع شنو غيشوف، شنو مع من غيتلاقى، مع من غيتصاحب، عثرات الحياه. هضري له على عثرات الحياه. والسلام عليكم، والى الفيديو المقبل ان شاء الله باذن الله.